ولكن أنا دائما نوصي الطلاب: اجمعوا بين الجامع والجامعة، اجمعوا بين الجامع والجامعة. حرصوا على أن تكونوا راسخين في علم الشريعة، متمكنين مما أقامكم الله تبارك وتعالى به من سائر العلوم والمعارف، كل بحسبه. اللي راه واصل في الجامعة في التخصص الشرعي هذا حسن، لكن مهم دائما وأبدا أن تكون لديك نافذة تطل من خلالها على العلوم والمعارف، في علم القانون، في العلوم السياسية، في علم الاقتصاد، في علم الكيمياء، في الفيزياء، في الفلسفة، من سائر هذه العلوم الكونية والإنسانية التي أنتجت وما زالت تنتج الواقع المعاصر. هدرنا مرات أن الواقع المعاصر ليس كالواقع في الزمان الغابر. الواقع المعاصر واقع شديد التعقيد. الواقع القديم في الزمان الغابر واقع بسيط، بسيط يعني في مقابل الواقع المركب، بسيط يعني سهل، ليس فيه تعقيدات كثيرة. لا، الواقع المعاصر شديد التعقيد، وهو واقع شكلته وصنعته وأنتجته فلسفات وعلوم ومعارف. وإذا كنا مطالبين بإصلاح هذا الواقع، فكيف نصلح شيئا لا نعرف تفاصيله ولا نعرف تعقيداته؟ فلا بد من أن تكون لدينا البصيرة التي ننفذ من خلالها إلى العلوم والمعارف التي أنتجت هذا الواقع. ومتى ما أردنا أن نصلح ميدانا فلا بد أن نكون من أهله كما ذكرناه مرارا.